أزمة جديدة من أزمات مرتضى منصور، المرة دي مع هيثم فاروق كابتن نادي الزمالك السابق. لما مرتضى رجع نادي الزمالك امبارح اتعملت له زفة كبيرة جدا، وبعد كده غلط في هيثم فاروق، قال إن في عيل هربان في قطر بيقول إن سبب الأزمة اللي موجودة حاليا في نادي الزمالك وسبب فشل اللعيبة في أفريقيا وفي الدوري هي الإدارة، لأن الإدارة اختارت غلط، لان الاداره اختارت لعيبه كسر، الاداره مشت لعيبه كانت اعلى مستوى. كويس، ده اللي قاله هيثم فاروق. فمرتضى منصور رد عليه رد بايخ وقال ايه؟ ان هيثم فاروق ده عيل وازاي يتهم الاداره بحاجه زي كده. الاداره لو ما اعترفتش ان هي المسؤوله عن اللي بيحصل، عمر الحاجه ما هتحصل، عمر الحاجه ما هتتغير. طبعا حضرتك كاداره انت المسؤول، حضرتك كاداره انت المسؤول في قرارات نادي الزمالك الفتره دي. لو ما اعترفتش بكده مفيش حاجه هتتغير. نتمنى التغيير الفتره الجايه والاعتراف بالغلط.